أنا جبتكم هنا النهاردة قدام البحر، مش علشان نصيف ولا علشان نتصور. أنا جبتكم هنا علشان أحكي لكم قصة، قصة عن النجاح. مش أي نجاح، النجاح اللي فعلا بيكسر وبيبني من جوه. عارف يا صاحبي، أنا عارف إنك نفسك تنجح، بس المشكلة إنك عايز تنجح شوية. يعني لو النجاح جالك أهلا وسهلا، ما جاش خلاص، مش نهاية العالم. أنت عايز تنجح بس مش جعان نجاح. كان في ولد زيك كده نفسه ينجح، وسمع عن معلم كبير ناجح الكل بيحترمه. راح له وقال له: يا معلم، نفسي انجح، علمني ازاي اعملها. المعلم بص له وقال له: تقابلني بكره عند البحر الساعه 5 الصبح. الولد استغرب بس قال: ماشي. تاني يوم الساعه 5 الولد فعلا راح. قال له: انا جيت، اديني السر. المعلم قال له بهدوء: خش البحر. الولد اتلخبط: انا مش جاي اتعلم سباحه، انا جاي اتعلم النجاح. المعلم قال له: عايز تنجح؟ قال له: آه. رد المعلم: يبقى خش البحر. دخل الولد، الميه وصلت لركبته. المعلم قال له: كمل. الميه وصلت لنصه. قال له: كمل. الميه وصلت لرقبته. قال له: كمل. وأخيرا غطس بالكامل. المعلم مسك دماغه ونزله تحت المية. الولد بدأ يرفص، مش قادر يتنفس، عمال يحاول يطلع والمعلم لسه ماسكه. وأخيرا المعلم سابه. الولد طلع ياخد نفسه وهو بيكح وبينهج. المعلم قرب منه وقال له: انت عايز تنجح؟ الولد بيهز راسه: اه عايز. المعلم قال له: يوم ما تبقى عايز النجاح زي ما كنت دلوقتي عايز تتنفس، هو ده يوم النجاح الحقيقي. النجاح مش دعاء بس، النجاح قرار، معركة، اختناق. النجاح بيجي لما توصل لمرحلة إنك ما بتفكرش في أي حاجة غير إنك لازم تنجح، زي اللي بيغرق وما بيدورش على غير البخاخة. عايز تنجح؟ هتقع، هتتوجع، هتتبهدل، بس كل مرة هتقع قول لنفسك: أنا لسه عايز أنجح. ولما تجيلك الفرصة روح لها جاهز. أنت اتكونت في الأوقات الصعبة، في الخنقة، في الوحدة، في الفشل، كل ده بيجهزك. بس أهم حاجة تبقى جاهز. الفرصة ممكن تيجي متأخر وممكن تيجي بدري، بس طول ما أنت جاهز هتكسر الدنيا. وعشان كده افتكر دايما الجملة دي: هتنجح يوم ما تبقى عايز النجاح قد ما كنت عايز تتنفس.